السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف النهاردة فيديو جديد في الفتة بتاعتنا المصري الجميلة اللي بناكلها في العيد الكبير او بناكلها في اي وقت كمان. معمولة النهاردة بتكات كده بسيطة مخلياها طعمها مظبوط 100%. تابعيني للآخر وتعالي شوفي عملنا الحلاوة ديت ازاي. اول حاجة هنسلق اللحمة بتاعتنا. حلة على النار يكون فيها المية بتغلي، احط فيها اللحمة بتاعتي على طول وهي بتغلي علشان اقفل الانسجة بتاعتها وتبقى اللحمة بتاعتي جوسي وطرية وحلوة قوي. هبتدي بقى اضيف لها كمان طماطم، بصل، لو في جزر، ورق لورا وحبهان مش كتير لان اللحمة مش بتحتاج مثلا ورق لورا وحبهان كتير. وكمان هحط لها فلفل اسود دلوقتي، ومش هحط ملح دلوقتي خالص، هحطها قبل السوا بحاجات بسيطة. تعالى نعمل الصلصة بتاعة الفتة. انا طحنت مع القوطة بتاعتي فلفل احمر مش حراق، بارد، هيديني لون وطعم حلو قوي لطبق الفتة بتاعي. تعالي بقى حلة على النار فيها معلقة زبدة حلوة كده عشان احمر فيها معلقة توم كبيرة مفرومة. وهقولك طبعا هتقولي معلقة توم ده كتير، احنا هنشيل منها شوية بعد ما تتحمر وهقولك هنشيلهم ليه. هنا حطينا حوالي معلقتين خل او ربع كوباية خل على المقدار بتاعنا بتاع التوم، خد اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه الحلو ده. هحط معلقتين منه كده على جنب عشان محتاجاهم بعد شوية في تكة حلوة قوي. هقطع العيش بتاعي بالمقص كده حوالي مربعات صغيرة علشان احمصه في الفرن من غير اي مواد دهنية خالص. يعني انا مش دهنة الصينية اي حاجة ولا حاطة على العيش حاجة، لان كده هيبقى خفيف. كل حاجة فيها زبدة زي ما انت شايفة، الصلصة ودي الرز اهو بنعمله معلقة زبدة كبيرة ومعلقتين زيت. وتعالي نحمر الرز بتاعنا كده حبة بحيث ان هو يسخن وياخد درجة حرارة الزيت كده علشان يطلع معانا في الاخر ابيض وجميل. حطيت له الملح بتاعه، ممكن تزوديه شوربة، ممكن تزوديه مية مغلية اللي يعجبك، بس اهم حاجة اللي هتزودي بيه يكون حاجة بتغلي. يعني مثلا مية مغلية او الشوربة بتاعت اللحمة بتاعتنا اللي طلعت طعمها خطير. وممكن تحط لها اي اضافات تحبيها، بس اللحمة كل ما تبقى اضافاتها بسيطة بيبان طعمها اكتر. الرز هنا بقى حطيت معيار المية اهوت، عايزة تضيفي كبشتين شوربة ما يجراش حاجة. العيش بتاعنا اتحمص في الفرن وبقى خفيف خالص وجميل. ادي معلقتين التوم حطيت لهم مغرفتين شوربة كبار وسقيت بيهم العيش. التركة دي هتبعت العيش في حتة تانية خالص، هتخليه طعم طعامة وشارب كده من طعم كمان الصلصة اهي. مغرفة صلصة واحدة بس سقيت بيها العيش. اغرفي على طول عليه علشان ما يبقاش مفرول، يبقى فيه كده قرمشة بسيط. الرز بتاعنا الله عليه مفلفل وريحته حلوة قوي وبياضه حلو جدا من غير اي اضافات كتير. ادي الصلصة كمان اتسبكت والفلفل اداها لون احمر حلو قوي من غير ما اضيف لها صلصة خارجية. تحفة. حمرت اللحمة في حتة زبدة علشان يبقى ليها كده طعم ويبقى ليها جمال كده زي ما انت شايفة، حاجة كده تحفة تفتح النفس. يوم العيد الصبح ألف هنا وشفا.